السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله معايا مشتريات خضار ومشتريات بقالة من كذا مكان. دلوقتي هنشوف الأسعار، في أسعار حلوة وفي أسعار هتصدمنا، لكن أسعار الخضار بصراحة عايزة أطمنكم أسعارها حلوة جدا، وفي ناس برضو مغليين، يعني انت برضو خليكي ورا ايه الأسعار بحيث انك تلاقي الحاجة النظيفة وفي نفس الوقت سعرها حلو. كمان هنشوف مع بعض المنظفات برضو اسعارها كويسه. قبل ما نبدا الفيديو انزلوا اعملوا لايك لقناه ايمان احمد وسبسكرايب وشير عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا بينا نعرف الاسعار ايه وايه اللي هيصدمنا وايه الاسعار اللي هتريحنا نفسيا. تعالوا نبدا بالبقاله وهي الجبن. اكتر حاجه بندور عليها هي الجبن في البقاله، وبعدها بقى المنظفات وكل حاجه تانية بندور عليها. انا ما جبتش جبن اللي هي البيضه لان انا عندي بصراحه من رمضان. كمان احب اقول لكم ان انا يعني ايه كنت كسلانه في رمضان شويه، ما سجلتش فيديوهات كتير، لكن ان شاء الله هنرجع تاني ونسيب مرحله الكسل دي. تعالوا نشوف الجبنه معانا. الجبنه الرومي دي الرومي الوسط الكيلو منها كان ب 140 جنيه، تمام. الكميه دي ب 35 جنيه. تعالوا نشوف معايا كمان الجبنه القديمه الرومي القديم. الرومي القديم الكيلو ب 175، تمام. الكميه دي ب 42 جنيه، يعني نقول 43 جنيه. معايا ايه كمان؟ معانا لانشون اللحيمي الكيلو ب 125، الكميه دي ب 30 جنيه. اكتر حاجه بقى غاليه في الجبن بصراحه، بس ولادي بيحبوها طبعا فلازم اجيب لهم اللي هم بيحبوه، اللي هي الجبنه الشيدر الطبيعي. الكيلو منها ب 360، الكميه دي ربع كيلو تقريبا، ربع كيلو. الكميه اقل من 470 جرام يا جماعه ب 62 جنيه. بصراحه انا استغليتها جدا، بس لو ما كانتش مطلوبه مني ما كنتش جبتها اصلا ولا عبرتهم لانها غاليه قوي الصراحه. جبت كمان الجبنه بقى اللي هي بتاعت البيتزا، طبعا دي اساسي لازم تجيبيها. يعني ايه، انا عندي الولاد لازم ما يعديش شهر لما لازم يطلبوا بيتزا، فهي غليت جدا. الكيلو منها الوديان، دي الوديان احلى جبنه في السوق، هي الوديان والاطباق، لكن المكان اللي بجيب منه ده ما فيهوش الا الوديان، فطبعا ايه حلوه برده. الاطباق دي ب 116، الاطباق وصلت تقريبا ل 100 حاجه و20 جنيه، تمام. فدي شغاله. يلا بينا ندخل على المكرونات، ودي حاجه مهمه جدا برضو، ودايما يعني الولاد بيحبوها كمان اكتر من الرز. مكرونه كايرو دي بصراحه انا جبت يعني حلوه كمكرونه، يعني نوع مكرونه حلوه، لا بتعجن وطعمها حلو جدا بصراحه. المكرونه نازله ب 8 جنيه ونص عرض، تمام. الكيس اللي هو 400 جرام، في طالع منها كمان او نازل منها كمان ال 300 جرام، تمام. ال 300 جرام دي نازله بكام؟ ب 5 جنيه 5 جنيه و60 قرش، تمام. دي ال 300 جرام. جبت كمان مكرونه الملكه. هي الملكه شكلها يعني اللون ده انا جبته من كازيون، وجبت لون تاني مش عارفه بقى، كل يا رب بتنزل كل الالوان ولا ايه. بصوا جبت لون تاني من الدنيا بخير. ده كان ب10 من كازيون عشان من غير عرض، وده عليه عرض كان ب8 ونص، بس انا عشان الولاد بيحبوا السباكيتي عندي فكترت منها، جبت دي وجبت دي، تمام. تعالوا بقى نشوف. هي تقريبا نوع المكرونات كلها اللي انا جبتها كايرو والملكه. تعالوا نشوف بقى الشاي وصل لكام. الشاي يا جماعه بقى في حته تانية خالص. شاي ليبتون ب 52 جنيه عليه عرض، وشاي احمد تي برضو غلي جدا ب 58 جنيه. لا الشاي غلي بقى في حته تانية بصراحه، ودي برضو صدمه رهيبه. فاللي هو شاي عتريسه ده نازل عرض ب 33 جنيه. هو مش حلو قوي الصراحه، يعني ايه وسط، بس هو ينفع للشاي بلبن، ينفع لحد بيحب الشاي خفيف، تمام. لكن شاي ولا شاي ليبتون حلو ولا شاي احمد تي حلو بصراحه. كل الشايات استغفر الله مفيش شاي عدل، بامانه مفيش شاي عدل. كل ما اجيب لي جوز شاي مش عاجبه اي نوع شاي. فده كان ب 33 جنيه. تعالوا نشوف العصير كمان وصل لايه. طبعا الولاد بيحبوا العصير جدا بصراحه عندي، فالعصير ده جايباه ب 13 جنيه ونص، ده عرض، تمام.
جبت كمان الاندومي برضو غليت قوي، طبعا هي ملهاش لازمه قوي بس الولاد للاسف بيحبوها. الاندومي بقت ب6 جنيه ونص وب7 جنيه، غليت جدا. جبت كمان خلطه البرجر دي ب5 جنيه ونص، نازله في كازيون عرض، حلوه جدا لما بتحطيها على اللحمه وتعملي البرجر، رائعه بصراحه رائعه يعني، ولا تحطي بقى بصل ولا وجع قلب، وانا اتكلمت في الايه في المواضيع دي كتير. فدي ب5 جنيه ونص، يعني في فيديوهات سابقه اتكلمت بصراحه عن خلطه البرجر والخلطات دي كتير. كمان جبت المكرونه بساطه دي، انا جربتها برده مش وحشه، بس هي مش الدقيق القمح الكامل، دقيق القمح الكامل وصلت ل 15 جنيه دلوقتي و20 جنيه. فدي اسمها ايه بكام؟ بخمسة، نقول ب6 جنيه، تمام. بس ايه وزنها اكبر من كايرو اللي هي الصغيره تقريبا، دي 400 جرام. هو انا مش عارفه اوصل الوزن دلوقتي، بس هي 400 جرام تقريبا، تمام. تعالوا نشوف جبنا ايه كمان. جبنا برضو الحاجه الساقعه دي شويبس ب 12 جنيه. هو ما فيش دلوقتي، ما لقيتش، يعني انه لازم نركز بقى في النقطه دي، لان السوبر ماركت هو اللي قال لي دي بالخوخ، طبعا احنا عارفين انها بالاناناس. طبعا انا جيت اجيب بالاناناس ما لقيتش، فلقيت دي قلت اجربها، اول مره بصراحه اعرف ان في شويبس بالخوخ. وجبت شويبس دي بالنعناع، دي برضو بيحبوها عندي، تمام. تعالوا نشوف جبنا ايه كمان من البقاله. جبت الشاي ده، انا بحب الشاي الاخضر، او تقريبا ما بشربش غير الشاي الاخضر. انا جبته بالنعناع، انا كنت عايزاه من غير حاجه خالص الصراحه، بس ما لقيتش فيه بالنعناع وفيه بالياسمين وفيه ساده. فده ب 33 جنيه، 100 جرام في 250 جرام ب 75 جنيه، عالي عالي عالي. تعالوا نشوف جبنا ايه كمان. جبت البن ده، البن ده بن النجار، حلو بصراحه، جربته برده قبل كده. انا بجيب الساده، ده محوج، كان جوزي قال لي عايز محوج فجبت له فاتح محوج فاتح محوج فده كان ب 60 جنيه يا جماعه، كنت بجيبه ب 30 جنيه. بصوا الفرق، يعني ده كنت بجيبه ب 30 وده كنت بجيبه ب 12، يعني فرق رهيب بصراحه في الاسعار، تمام. وطبعا خلاص ما بقيناش نستغرب عن الفرق الرهيب في الاسعار، لان كل حاجه للاسف بقت كده. الكاتشب ده جبته ب 30 جنيه، والمرقه دي جبتها ب 6 جنيه. تعالوا نشوف جبنا ايه كمان غير الحاجات دي. بقاله كمان نشوف ايه. معايا كمان مناديل زينه دي. قبل مناديل زينه معايا النسكافيه ده، جايباه ب 75 من كازيون عرض برضو. وجبت كمان الصلصه دي، صلصه هاينز، تقريبا احسن صلصه بصراحه، بتعجبني جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف معانا ايه كمان. نحطها هنا بقى، تمام. معايا مناديل زينه اللي هي المطبخ يا جماعه، المناديل برضو راحت في داهيه، غاليه جدا جدا. دي اقل حاجه في المناديل جبتها للمطبخ، عشان مناديل المطبخ بتاعتي يعني خلاص اخر حاجه، اخر بكره طلعتها، فدي كانت ب 45 جنيه، فيها 6 بكرات، تمام. معايا ايه كمان. جبت كمان عيش فينو، طبعا ليوم الغدا هعمل شاورما، تمام، عشان ما تفهموش غلط هعمل شاورما يا جماعه. طبعا الرغيف ده يا جماعه بنص جنيه، ماشي. جبنا ايه كمان هنا. جبت بيتزا اللي هي المعجنات برضو، بس هي طبعا اتاكلت. البهارات بتاعت البطاطس دي رائعه، بس هي كميه صغيره قوي، يعني يا دوب تتحط على ايه قليه، تمام. حلوه قوي بصراحه، عجباني. جبت كمان العيش ده، تحفه تحفه تحفه، بحبه بصراحه. كل ما اروح الدنيا بخير بجيبه ب 13 جنيه، في تقريبا 7 أو 8، تمام. ده ب 13 جنيه. تعالوا نشوف جبنا ايه كمان. جبنا كمان يا جماعه منظفات بقى، يلا نشوف المنظفات. بصوا بعد الاذان هنرجع نكمل مع بعض المنظفات. ودلوقتي رجعنا لكم بعد الاذان، هنشوف مع بعض بقى يا جماعه. احنا دلوقتي خلصنا البقاله، بس هنشوف مع بعض المنظفات، يعني خلصنا الاكل وكده، هنشوف المنظفات. هنبدا بالحاجه الجديده الجميله دي، شكله بصراحه ملفت جدا جدا. هو باور جيل، يعني هو جيل، تمام، بس الغسالات العاديه. انا عجبني شكله، فلسه اول مره هجربه. انا دايما اجيب البودره، فده جبته ب 33 جنيه، هو 850 جرام. انا شفت ال 850 جرام بس مش فاكره فين الصراحه.
اهي 850 جرام، بس هو بيقول لك زي كيلو اهو، يساوي كيلو مسحوق. تمام. ده يا جماعه انا هجربه، بصوا يعني تحفه. يعني انا بحب الحاجات الجيلي دي، وخصوصا للون الاسود. اللون الاسود لما بتكوني عايزه تغسلي حاجه بقى، ده الغسالات العاديه، لان انا عندي غساله اطفال بغسل فيها الحاجات اللي احس انها هتبهت، او اجمعها كلها احطها في الغساله الاوتوماتيك على حسب. بس ده غسالات عاديه ب 33 جنيه يا جماعه. تمام. تعالوا نشوف مع بعض هنا الباور اللي هو ايه، كولو ريل ده بجيبه للالوان، حلو جدا. كمان معايا اللي هو الشاور جيل ده ايفا. تمام. ده ب 37 جنيه ونص، عرض برضو. تمام. يعني لازم نخلي بالنا من العرض، وغير العرض بحاجه و50، لكن دلوقتي ب 37 ونص. تعالوا نشوف معانا ايه من المنظفات. انا جبت كميه منظفات حلوه قوي، لان بصراحه انا ما عنديش حاجه خالص، فطبعا حبيت ان انا اجيب حاجه الشهر او خزين الشهر من المنظفات، عشان ايه ما اقعدش كل شويه انزل. جبت كمان البرسيل دوت، ده بصراحه سعره حلو جدا ب 120. طبعا لما تيجي تحسبيه وتحسبي اريال او تحسبي اي منتج تشتري، اقصد تيجي تشتري الحاجات دي، لازم تحسبي سعرها وتقسمي على سعر اللي هو سعرها على الكيلوات، فهيطلع لك الكيلو بكام. فطبعا انت لازم تحسبيها كده، فاهمني؟ بس فانا حسبتها لقيت سعره حلو قوي ب 120 جنيه. الاريال كان نازل 3 كيلو 300، ده 2 ونص. تمام. الاريال كان نازل 3 كيلو 300 ب 170 جنيه، ففي فرق كبير جدا 50 جنيه. جيت احسبها لقيت سعر الكيلو هنا ارخص، مع ان هو ده اقل في الكميه، بس سعر الكيلو ارخص. هنا برضو في الاريال ده اريال اوتوماتيك برضو. لما جيت احسب دي 2 كيلو ونص، لما جيت احسب سعر الكيلو هنا لقيته ارخص من سعر الكيلو في هي ال 4 كيلو. يعني ال 4 كيلو كان ب 244 ب 244 جنيه. جيت احسب سعر الكيلو لقيته اغلى من ده 2 كيلو ونص، سعر الكيلو لقيته اقل. طبعا انا حسبتها وانا واقفه على الموبايل على الكالكوليتر، فحسبتها وانا واقفه. طبعا الاوفر لك لازم تجيبيه على طول، وده اريال وده اريال. اوفر لك طبعا. انت في دماغك بقى لما هتيجي تشتري انا هاخد ال6 كيلو بقى اكيد هيفرقوا معايا في البتاع، وتروحي واخداها وماشيه. لا، لازم تحسبي، خليكي ناصحه. يعني خليكي ناصحه، وخصوصا احنا محتاجين النصاحه في الوقت اللي احنا فيه ده. لازم تكوني ناصحه عشان تجيبي الحاجه الاوفر لك. فانت بتجيبي اللي هو سعر الكيسه دي كلها على الوزن، بتقسمي بيطلع لك سعر الكيلو. طبعا تاخدي الاوفر لك. تمام. فانا لقيت دي اوفر لي 2 كيلو ونص ب 124. تمام. تعالوا بقى نشوف مع بعض. جايبه برضو اللي هو المنظفات اللي هي بتاعه الاطباق، غسيل الاطباق. بقى بكام يا جماعه؟ غالي قوي. اللي هو اسمه ايه؟ فيبا. انا دايما كنت اجيب فيبا، فلقيته النهارده ب 100 جنيه ال6 كيلو، 4 كيلو و2 هدايا. بصراحه غالي جدا ب 100 جنيه، غالي غالي غالي. برضو عملت نفس الحركه اللي عملتها مع الاريال، حسبتها لقيت اللتر بمبلغ يعني. تمام. انا مش فاكره طبعا، بس انا برضو زي ما بقول لكم جبت الاوفر لي. فده كان 3 كيلو 300 اهو ب 44 جنيه. احسبيها انت بقى وقولي لنا ايه ايه سعر الكيلو. وبرده زي ما قلت لك لازم تاخدي الاوفر لك، فده كان اوفر لي عشان كده جبته. وفي نفس الوقت انا كنت مجرباه، يعني مش بجيب برده اي حاجه، انا كنت مجرباه فكان حلو. تمام. فلازم تحسبي دلوقتي الاوفر لك ايه، وايه الاحسن اللي ينفع معاكي ويمشي معاكي سعره. تمام. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده. المنظفات خلصت تقريبا كده. المنظفات خلصت كده. باقي يا جماعه معانا بقى الخضار. تعالوا نشوف الخضار ايه الاسعار والدنيا فيه وصلت لكام. بصوا يا جماعه، انا جبت الخوخ ده. في معايا كمان مقرمشات، دي كنت جبتها من البقاله وطبعا نسيت اصورها معاكم. دي كانت ب 10 جنيه و80 قرش. الولاد بيحبوها بقى، احسن من الشيبسي بقى والحاجات التانيه اللي ملهاش لازمه. جبت كمان اللي هو الخوخ. الكيلو كان ب 18 جنيه. ده الخوخ اللي هو لونه اصفر من جوه مش ابيض. انا بحب الخوخ ده جدا، وبعدين بيخلص بسرعه. يعني انا يعني اللي عاوزه اللي حابه بصراحه يشتريه دلوقتي، لانه فجاه ببص الاقيه انتهى خلص. وبيظهر بقى الخوخه الكبيره اللي لونها ابيض دي، مش عارفه ما بحبهاش.
فده ب 18 جنيه. هو برده لسه ناشف يعني ايه، وبرده مش معسل قوي عشان ما تجيبوش وتقولوا ايمان قالت لنا ان الخوخ حلو. فده كان ب 18 جنيه. تمام. تعالوا بقى نشوف مع بعض. جبت كمان الكانتالوب ده. بصراحه كل ما اروح اشتري خضار اشوفه ونفسي اكله بتاع الاقيه ناشف، فانا يعني تقريبا دي اقل حاجه يعني ايه، يعني ايه مش ناشفه قوي. تمام. وبعدين ناعمه، في كان خشن. الناعمه بتبقى احلى. الكيلو منها كان ب 10 جنيه، وفي ناس بيبيعوه ب 12 على فكره. يعني انا جبت الحاجات دي. الخضار بصراحه يا جماعه في الدنيا بخير، سعره حلو جدا، احسن من بتاع الخضار اللي هم بتوع الخضار اللي بره. يعني انا بعيد عن السوق بصراحه، يعني دي مش اسعار السوق خالص. فده سعره حلو ب 10 جنيه الكيلو. تعالوا كمان نشوف جبنا ايه من الخضار. جبنا او الفواكه يا رب. جبنا جوافه. الكيلو منها كان ب 15، هي كانت ب 18 بس طعمها عسل عسل عسل. تمام. انا جبت كده الكانتالوب والجوافه والخوخ. انا جبت دول، هم دول الفاكهه اللي انا جبتها. كنت عايزه اجيب موز كمان بس ما لقيتش موز حلو يعني، فهجيبه بعدين بقى. جبت بقى كمان معانا الفلفل. الفلفل يا جماعه في ناس تخيلوا بتبيعه ب 15 وناس بتبيعه ب 10. انا جبته ب 10 الحمد لله اهو زي الفل اهو، منقياه بالواحده. في ناس بتبيعه ب 15. لازم طبعا نخلي بالنا من الناس الجشعه دي. جبت كمان البتنجان. البتنجان ده الكيلو منه ب7 اللي هو الرومي. وجبت البتنجان العادي برضو اللي هو اسمه ايه، عروس. ده الكيلو منه ب7 برضو. تمام اهو، لان انا محتاجه ده ومحتاجه ده. هنشوف جبنا ايه كمان مع بعض. جبت كمان الخيار. الكيلو منه كان ب5 جنيه، رخص. انا اخر مره كنت جايباه ب10 في رمضان، فينزل 50%، ده حلو جدا. بصوا بقى اسعار اللي هي الخضار حلوه ازاي، جميله. اه والله انا كنت جايباها غالي يعني. البطاطس كمان اهي جبتها ب5. في ناس بتبيعها برده ب6 ونص اهي. بصوا كبيره وحلوه كلها. انا طبعا منقياها اهو اهي، شبكه يعني بس شبكه نظيفه. الكيلو منها ب5. انا جايباها ب5، لكن في ناس بتبيعها ب6 ونص. جبت كمان يا جماعه البيض. هقول لكم النهارده على اسعار الفراخ والبيض. الفراخ الكيلو ب70 اللي هي بالعظم، والبيض جبته النهارده ب105. البيض الابيض ب105 والاحمر ب105. تخيلوا البلدي بكام؟ البلدي ب88 جنيه. يعني شوفوا البلدي وصل لحد سعره عامل ازاي. مشكله البلدي يا جماعه ان انا جبته اخر مره، اللي ما خلانيش جبت بلدي، جبته اخر مره كان استغفر الله العظيم يا رب، كان لون الصفار بتاعه اورنج. فبصراحه انا قرفت والولاد قرفوا. احنا مش واخدين، انا شفت الصفار الاورنج ده في فيديوهات بس احنا مش واخدين عليه، فاهمني؟ فعشان كده انا بتوقع ان هو رخص عشان كده. يعني انا بتوقع ان البيض البلدي رخص عشان الناس ما حبتوش، يعني ما حبتوش عشان لونه. هو ده توقعاتي. تمام كده. ايه كده خلصنا المشتريات بتاعتنا. عايزه اقول لكم الاول على اسعار الفراخ اللي هي الصدور. الصدور يا جماعه جبتها النهارده الكيلو ب160، وجبت واللي هي الصدور بالعظم بكام يا امان؟ ب95. اللي بالعظم ب95 والمخليه ب160. تصدقوا في فرق كبير قوي. طب انا كنت اجيبها بالعظم واخليها، ايه العبط ده؟ قولوا لي كده في الكومنتات انهي احلى، ان انا اجيبها ب95 بالعظم او ب160 بانيه. فقولوا انهي الاحلى. بس كده يا جماعه، وكده خلصنا الفيديو بتاعنا. طب والله احسن فعلا بالعظم، يعني بالعظم الواحد يجيبها ويطلع، بس هيطلع العظمه الرقيقه بتاعت الصدر والكتف، يعني مش وزن، بيتهيألي مش وزن يعني. هجربها وهقول لكم انه اوفر. شفتوا بقى، شفتوا انا بظبط لكم ازاي؟ يعني انا بدور لكم على الاوفر. انزلوا حطوا لايك بسرعه لقناه ايمان احمد عشان الكل يستفيد بالفيديو وبالعروض اللي انا بنزلها، والاسعار كمان، لان في ناس مغالاه جدا في الاسعار. بس كده. وبسرعه انزلوا حطوا فيديو القناه. انزلوا حطوا لايك لقناه ايمان احمد، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.